عمرك كنت قاعد في مكان وفجأة دخل حد ومن قبل ما ينطق نص كلمة لقيت كل العيون رايحة عليه كأنه مغناطيس. المشكلة إنك دايما بتضحك على نفسك وتقول يا عمي ده مولود كده، جيناته فيها كاريزما وأنا ماليش في السكة دي. بس خليني أصدمك وأقولك إن الكاريزما دي مجرد كود، شوية زراير في دماغك وجسمك. لو عرفت إزاي تدوس عليها صح هتقدر تخطف عين وعقل أي حد في أي حتة. في يوم من أيام سنة 1955 أسطورة السينما مارلين مونرو خدت مصور معاها ونزلوا محطة قطار جراند سنترال في نيويورك. المحطة كانت زحمة موت، لكن الغريب إن مارلين كانت ماشية وسط الناس ومفيش مخلوق لاحظها أو خد باله منها. فجأة لفتت للمصور، ابتسمت وقالت له تحب أوريك إزاي أبقى مارلين؟ كل اللي عملته إنها غيرت طريقة وقفتها، غيرت نظرة عينيها، وسمحت لنفسها إنها تظهر. في ثواني المحطة كلها اتقلبت والناس اتلمت حواليها كأن في سحر اتعمل. مارلين في اليوم ده أثبتت للعالم إن الكاريزما دي مش سحر ولا لون عينين. الكاريزما زرار بيتداس عليه يشتغل ويطفي. والسؤال هنا، هي عملت ده ازاي؟ وازاي انت تقدر تعمل نفس الكلام ده بكرة الصبح في شغلك أو جامعتك أو حتى وانت خارج مع أصحابك؟ السر كله متجمع في 3 تريكات نفسية لو شربتهم صح أوعدك إن نظرة الناس ليك هتتغير 180 درجة. السر الأول الحضور النادر. إحنا عايشين في زمن التشتت، كل الناس ماسكة موبايلاتها، كل الناس بتفكر هترد تقول إيه قبل ما اللي قدامها يخلص كلامه. عشان كده أغلى وأندر حاجة دلوقتي هي إنك تكون حاضر بنسبة 100% مع الشخص اللي بيكلمك. لما حد يكلمك ما تفكرش هترد تقول إيه، اسمعه وبس. في حركة في علم النفس اسمها العيون اللازقة. لما تكون بتكلم حد خلي عينك في عينه بقوة، ولما يخلص كلام أو يحصل أي مقاطعة ما تسحبش عينك بسرعة وتتكسف. اسحب عينك بالراحة كأن في خيط خفي بيربط عينك بعينه. الحركة البسيطة دي بتبعت رسالة للعقل اللي قدامك إنك واثق من نفسك وماسك زمام الأمور، وبتخليه يحس إنه أهم واحد في الأوضة. بس الحضور لوحده مش كفاية. أنت ممكن تكون حاضر ومركز جدا بس تبان خفيف أو مهزوز، وهنا بيجي السر التاني وهو اللي بيصنع الهيبة وبيخلي الناس تعمل لك ألف حساب. السر التاني سيكولوجية التقل والبطء. ركز كده مع أي حد كاريزما هتلاحظ حاجة غريبة جدا، ما بيتسربعش. الناس اللي بتبان مهزوزة دايما حركاتها سريعة، بيتكلموا بسرعة كأنهم خايفين وقتهم يخلص أو حد يقاطعهم. لكن الشخص الكاريزماتيك بيتحرك كأنه صاحب المكان. لما حد يسألك سؤال ما تردش في نفس اللي فهمته ثانية، خد ثانيتين صمت، بص في عين اللي سألك وبعدين جاوب. الثانيتين دول بيعملوا سحر، بيوصلوا رسالة إن كلامك غالي وإنك مش ملهوف ترضي اللي قدامك. افرد ظهرك، خد مساحتك في القعدة، ما تكشش في نفسك. لغة الجسد المفرودة بتقلل هرمون التوتر في جسمك وبترفع هرمون الثقة. يعني جسمك نفسه بيبدأ يصدق إنك قوي، والناس غصب عنها بتصدق ده. دلوقتي انت بقيت حاضر وواثق وقوي، بس حاسب في فخ خطير هنا. لو طبقت الحضور والقوة بس الناس هتعمل لك حساب وممكن تخاف منك بس مش هتحبك. ازاي تجمع بين الهيبة والقبول؟ ازاي تخلي الناس تتمنى تقعد تتكلم معاك بالساعات؟ السر في المكون الثالث والأخير. السر الثالث كيمياء الدفى. الدفى إنك تخلي اللي قدامك يحس بالراحة والأمان وهو معاك. الكاريزما الحقيقية مش إنك تخلي الناس تقول واو الواد ده ذكي ومبهر قوي. الكاريزما بجد هي إنك تخلي الناس تقول أنا بحس إني ذكي ومهم وأنا قاعد مع الشخص ده. السر هنا في حاجة اسمها المراية العاطفية. لما حد يحكي لك عن نجاح افرح معاه بصدق في نبرة صوتك ووشك. لما حد يشتكي لك خلي ملامحك تتعاطف معاه. الدفى بيجي من ابتسامة حقيقية بتنور لحد عينيك، مش ابتسامة بلاستيك مرسومة على الشفايف بالعافية. الدفى إنك تفتكر تفاصيل صغيرة الناس قالتها لك في نص الكلام وتفاجئهم إنك فاكرها بعدين. لو رجعنا لمارلين مونرو في محطة القطر هنلاقيها ببساطة ضربت التلاتة في الخلاط في ثانية واحدة. جمعت الحضور الكامل في اللحظة مع لغة جسد قوية ومرتاحة مع ابتسامة دافية وحقيقية طالعة من القلب. الكاريزما مش جين سحري مولودين بيه، الكاريزما عضلة، الحضور، التقل والدفى. في الأول ممكن تحس إنك بتمثل أو بتبذل مجهود عشان تطبقهم، لكن مع الوقت عقلك الباطن هيبرمج عليهم وهيبقوا جزء من شخصيتك الحقيقية. جرب بكرة وانت نازل من بيتك ركز على شخص واحد وطبق معاه حركة العيون اللازقة. خد ثانيتين صمت قبل ما ترد على أي سؤال وابتسم ابتسامة حقيقية طالعة من عينيك، وشوف بنفسك إزاي السحر ده هيشتغل وإزاي الدنيا كلها هتبدأ تعاملك كأنك شخص تاني خالص.